وحشتوني جدا، الكاميرا وحشتني جدا، الاجواء وحشتني جدا. فالسلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند بعد انقطاع فتره مش قليله. وانا الحقيقه اخدت وقت اصلا علشان اعرف ارجع للاجواء الخاصه بصناعه المحتوى، واخدت وقت في اني الاقي موضوع اعرف ارجع بيه لعمل فيديو جديد. فالنهارده هتكلم عن اخر فيلمين لاهم مخرج في صناعه السينما، وهو العبقري مارتن سكورسيزي. فالفيديو ده هيكون مشبع بالسينما وطريقه صناعتها، وهنتعرف فيه عن اسلوب مارتن سكورسيزي اللي يعتبر من اهم اساليب الصناعه، بمناقشه فيلمين ما هماش بعاد عن بعض في الفكره، لان الفيلمين الحقيقه بيتكلموا عن جرائم قتل حصلت في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن في اوقات مختلفه من الزمن. والحقيقه هي اغلب افلام سكورسيزي بتتكلم عن الاشخاص السيئه في التاريخ. اللي منكم ما اتفرجش على حاجه لمارتن سكورسيزي ممكن يعتقد ان افلام الجريمه والغموض حكيها في السينما اصبح كليشيه ومبتذل وما فيهوش متعه كبيره، ولكن انا هنا جاي اصحح المفاهيم دي للي ما يعرفش حاجه عن مارتن سكورسيزي، وجاي ازود المتعه للي يعرف سكورسيزي كويس جدا، ونتكلم عن طريقته العبقريه في حكي القصص. فمن غير ما اطول عليكم في المقدمه، حابب انبه بس ان في حرق مباشر لاحداث فيلمي ذا ايرش مان وكيلرز اوف ذا فلاور مون، فاللي فيكم ما شافش الفيلمين دول يشوفهم الاول وبعدها يرجع يشوف الفيديو، وبعدها يرجع يشوف الافلام دي مره تانية. هتلاقيني وفرت عليك مجهود كبير جدا بعد المشاهده الاولى، ورجوعك للافلام دي مره تانية بعد مشاهده الفيديو ده هيسهل عليك الدنيا اكتر لو ما كنتش استوعبت الموضوع والاحداث من اول مشاهده، وهيزود متعه المشاهده معاك بشكل حلو جدا. وايوه، الافلام هنا هي افلام طويله، ويعتبر الفيلمين دول من اطول افلام مارتن سكورسيزي اصلا، فبالتالي الفيديو ده هيكون طويل، ولكن اوعدك انك هتستمتع بيه. طريقه الحكي والسرد في الفيديو ده هتكون عباره عن مزج ما بين الفيلمين، فهنمسك موضوع معين ونتكلم فيه عن كل فيلم، وده هيوضح مع مشاهده الفيديو. فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكبر الشاشه، ويلا بينا نبدا موضوعنا. هنبدأ كلامنا بفيلم ذا ايرش مان. ذا ايرش مان في الأساس هو مقتبس من كتاب I Heard You Paint Houses للكاتب تشارلز براندت. فقبل ما نتكلم عن الفيلم هنعمل ملخص سريع كده للكتاب اللي مقتبس منه الفيلم أصلا، I Heard You Paint Houses. عارفين معنى الجملة دي أصلا؟ I Heard You Paint Houses هي رواية عن جريمة حقيقية دفعت الكاتب تشارلز براندت بأنه يلتقي مع شخص كان سبب في أكتر من 25 حالة وفاة، وكان هدفه إنه يعرف إيه اللي ورا الشخصية دي، وإيه اللي خلى حد زي كده يعمل جرائم بشعة بالشكل ده. وطبعا الشخصية اللي بنتكلم عنها هنا هي شخصية فرانك شيران ذا ايرش مان، الرجل الأيرلندي. فرانك كان بيشتغل مع أكبر العصابات وأخطر المجرمين من ناحية العنف وسوء السمعة اللي كانوا بالفعل موجودين في امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه. فهتلاقي في الكتاب سرد لتفاصيل الاحداث اللي حصلت لرئيس نقابه السائقين واللي هو جيمي هوفا، والسرد ده بيكون عن طريق فرانك ذات نفسه. وهنعرف دور فرانك في اهم واكبر حدث من احداث الروايه والفيلم، وهو موت جيمي هوفا ذات نفسه. كاتب الروايه تشارلز براندت هنا بيستغل قصه فرانك ويقدم لنا نظره دقيقه جدا للاعمال الداخليه للجريمه المنظمه، بيوضح فيها الطرق اللي بتربط الجريمه والسياسه ارتباط قوي جدا لا يمكن تفكيكه. في الفترة اللي فضل فيها براندت بيكتب عن جرائم القتل في أمريكا، فبعد حوالي أكتر من 5 سنين بيتقابل مع فرانك، وكان بيسجل كل لقاء بينهم تقريبا، وبيسجل حتى آراء وتعليقات دايرة المعرفة اللي مرتبطة بفرانك. وأول مقابلة ليه مع فرانك كانت سنة 1991. طبعا هيجي في بالك دلوقتي سؤال، إزاي أصلا فرانك وافق على سرد قصته كده بكل بساطة، ووافق على إنه يلتقي بكاتب وهو عارف إنه هيكتب عنه وهيكتب عن جرائمه وهيتسجل في التاريخ بأوسخ ما يكون من صور تعلق في أذهان البشر؟ واللي قدرت أوصل له إجابة عن السؤال ده إن فرانك كان رافض تماما سرد قصته، ولكن في سنة 1999 بعد رجوعه للعقيدة الكاثوليكية وافق على حكي القصة، لأن كان واضح جدا إن ليها تأثير عليه، ووافق بغرض تكفير الذنوب مثلا، أو إنه يكون ده سبب في إن محدش يدخل عالم الجريمة مرة تانية، نظرا للتقلبات اللي عاشها فرانك في حياته، ونهايته أصلا ما كانتش نهاية سعيدة على الإطلاق. تشارلز براندت كان عنده قاعدتين أساسيتين لاستجواب أي شخص علشان يطلع بنتائج مرضية. القاعدة الأولى إن يكون الشخص ده عنده قابلية أصلا في الاعتراف بجرائمه، والقاعدة الثانية هو إنه يسيب المايك مع الشخص ده ويخليه يتكلم ويعبر عن كل حاجة حصلت في تاريخ جرائمه كأنه سيرابيست. وعشان يقدر يحقق ده لازم يبني الثقة في المقام الأول اللي هتخلي المذنب يتكلم عن تاريخه حتى لو المذنب نفسه ما عندوش قابلية أو رغبة في الكلام. ولكن الأسلوب ده كان بيحافظ
بيحافظ على تدفق الحوار بين براندت وفرانك، واللي قدر من خلاله الكاتب هنا انه يجمع كل المعلومات اللي محتاجها عن شخصية فرانك شيرن. طبعا بعد مجهود براندت في كتابة رواية I Heard You Paint Houses، واللي كانت بتعاون فرانك نفسه وموافقته على كل معلومة اتكتبت داخل الرواية، حصلت مقابلة أخيرة بينهم سنة 2003 وقرأ فيها فرانك كل سطر داخل الرواية وأكد على صحتها، ووافق كمان على نشرها وهو على فراش الموت. وكان بيوصف فرانك شيرن هنا بعض التفاصيل عن شخصية جيمي هوفا، وكان بيشرح بأنه ما كانش عايز جيمي هوفا يموت نظرا لارتباطه الشديد بيه، وفرانك كان دايما بيحذر جيمي هوفا انه يتوقف عن معاداة اعضاء النقابة، ولكن هوفا ما كانش مهتم ولا حتى كان عنده اي خوف وقلق من التهديدات بقتله، واللي هي دايما كانت متكررة في تاريخ هوفا. ولكن فرانك كان خايف اكتر من تكليفه هو شخصيا بمهمة قتل هوفا، واللي سماها الكاتب براندت هنا بالذهاب الى استراليا او Going Down Under. تشارلز براندت في روايته ما اداش كل التركيز على فعل فرانك مع هوفا مع انه هو الحدث الاكبر، ولكن هتلاقي براندت داخل الرواية بيتكلم عن تاريخ فرانك نفسه في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ومسيرته المهنية كسائق شاحنات بعد انتهاء فترة الخدمة العسكرية، والجرائم اللي كان بيرتكبها قبل ما ينضم ويكسب ولاء جيمي هوفا وراسل بافالينو. فكان تشارلز براندت هنا بيتكلم عن عمليات السرقة الخاصة بسرقة اللحوم وتوزيعها على المطاعم المحلية، والتهم اللي كانت بتتوجه له، وجرائم القتل اللي كان بيرتكبها، ووجهة نظر عيلته عن فرانك بعد ما يتم تداول اسمه في الجرايد والمجلات، ومدى قسوته اصلا في التعامل مع الناس اللي حواليه، اللي بكل تأكيد نتجت عن كونه انسان بيرتكب الجرائم بدون شعور بأي ذنب وكأنها شيء عادي جدا بيحصل في حياته. وده انعكس على حياة فرانك الشخصية وتسبب في كره اقرب الناس ليه وهي عيلته وتحديدا بناته. وكمان هتلاقي سرد لحياة فرانك على المستوى المادي، وانه مسؤول عن 3 بنات، فلجأ بكل تأكيد لنقابة اسمها تيمسترز علشان يشتغل فيها كسائق شاحنات لغاية لما يقابل راسل بافالينو، ومن هنا بتتطور العلاقة ما بينهم، ويبدأ راسل في انه يكون نقطة الوصل ما بين فرانك وجيمي هوفا اللي كان قائد نقابة التيمسترز. ويبدأ يحصل حوار بين هوفا وفرانك عن عمل فرانك قبل كده في طلاء المنازل، بيقول له I heard you paint houses، وده بيكون اسقاط على تناثر الدم على الحوائط والارضيات. فبيجاوبه فرانك بيقول له بكل تأكيد انا كنت بشتغل الشغلانة دي وكمان كنت بشتغل نجار، وده اسقاط تاني من فرانك على انه مش بس بيعرف يقتل، لا ده كمان بيعرف يتخلص من الجثث بوضعها في توابيت خشبية وحرقها. طبعا ده كان السين اللي بيحصل بين فرانك وهوفا على اساس ان دي لغة مشفرة لتجنب اكتشافها من الشرطة ومن المحققين، ومن هنا بتتخلق كيمياء مش طبيعية بين فرانك وهوفا من اول لقاء بينهم. وبياخد فرانك كل الدعم والثقة من رئيس نقابة السائقين جيمي هوفا علشان يتقدم له كل الدعم والحماية. وما نقدرش ننسى طبعا ان كل ده بفضل راسل، وان انتماء فرانك لراسل فرانك نفسه ما يقدرش يتخلى عنه، لان راسل هو الاساس، ولو حصل بينهم اي نوع من انواع الشك، فقط مجرد شك في ثقتهم بينهم وبين بعضهم، راسل هيقلب عليه الترابيزه. فعلشان كده فرانك ما كانش يقدر يرفض اي طلب لراسل، ومن هنا اتكون فريق قوي جدا بين راسل وهوفا وفرانك، ونتج عنه ان النقابه ازدهرت بشكل مش طبيعي، واصبح راسل هو مدير العمليات للنقابه، وفرانك اتغيرت حياته تماما واصبح شخص سريع عن اي وقت عدى في حياته قبل كده. وبالرغم من كل ده اتقبض على رئيس النقابه جيمي هوفا في الستينيات بتهمه الرشوه والتآمر والاحتيال الالكتروني والعبث بهيئه المحلفين، وفي الفتره اللي اتحبس فيها هوفا استولت مجموعه من المافيا على النقابه. وبعد تطور الاحداث لقينا فرانك بيشرح لنا ان راسل ما كانش عايز هوفا يموت وما كانش بيخطط لده اصلا، ولكن في حاله سيطره عصابات المافيا على النقابه ما كانش قدامه حل تاني غير في تكليف فرانك بقتل هوفا. وطبعا فرانك ما يقدرش يرفض طلب من هو يقتل جيمي هوفا، لان هو في الحاله دي هو اللي هيكون ميت مش هوفا. وده يبين لنا غريزة البقاء في الإنسان، وإن مهما كانت درجة انتمائه لشخص معين مش هيضحي حياته علشان حياة أشخاص تانية. وطبعا فرانك في الأساس هو قاتل ومجرم، يعني هو مش هيختار حياته علشان حياة واحد تاني. وبالرغم من إن فرانك قتل هوفا فعلا، ولكن عصابات المافيا فضلت تطارد فرانك حتى وهو على فراش الموت. ده كان ملخص رواية I Heard You Paint Houses للكاتب تشارلز براندت. What's the problem, kid?
I don't know. It sounds funny. It stops, it starts, it loses power. احنا كده انتهينا من ملخص كتاب I Heard You Paint Houses. تعال نشوفوا ملخص كتاب Killers of the Flower Moon اللي متاخد منه اصلا فيلم Killers of the Flower Moon. نانو بكشي واخي أخوبيتها قويتي حيادي تاخاي. ففي سنة 1920 بعد اكتشاف الذهب الأسود في الأراضي اللي بيقيم فيها قبيلة الأوسج من الهنود الأمريكيين في مدينة أوكلاهوما، اتحولت قبيلة الأوسج من أغنى شعوب العالم. وطبعا الأمريكيين هنا مش هيسيبوهم في حالهم بكل تأكيد، فكان في مجموعة من المجتمع الأمريكي بمختلف طبقاته بيحاولوا السيطرة على الأراضي دي، ولكن بيحاولوا السيطرة عليها بشكل قانوني. فابتدوا يخشوا داخل القبيلة ويرتكبوا جرائم قتل بشكل متسلسل من ملاك الأراضي دي، ولكن تحت حماية القانون. فكانوا بينفذوا جرائم قتل بداية من الهنود الأغنياء وبالأخص عائلة مولي بارك هارت، وبعدها بيقتلوا الناس اللي أجروهم لقتل العيلة دي نفسهم، وبعدها بيقتلوا المحققين اللي مكلفين بتجميع أدلة بخصوص جرائم القتل اللي بتحصل لقبيلة الأوسج. فهي مجموعة من الجرائم المتسلسلة من الشعب الأمريكي بغرض السيطرة على الأراضي التي تمتلك الذهب الأسود، طبعا بكل تأكيد في منافع الأراضي دي. مع تكرار الجرائم دي بيتم إعادة تكوين مكتب التحقيق الفيدرالي بمنهجية علمية جديدة وفكر حديث من خلال أكبر المحققين والعملاء للكشف عن أكبر مؤامرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين، ووضع حد لجرائم القتل اللي بتحصل للهنود بدون معرفة من هو القاتل. كتاب قتلة زهرة القمر من تأليف الكاتب ديفيد جران، واللي بياخدنا في سرد قصصي لمجموعة من جرائم الأمريكان المتسلسلة على الهنود بدون أي محاولة منه لتبرير فعل الأمريكان الإجرامي ووصفهم بشكل جريء جدا بانهم مغتصبين لحقوق الهنود. ده طبعا ملخص كتاب Killers of the Flower Moon، لكن عمنا مارتن سكورسيزي بياخد الكتاب ده علشان يحول الرواية لعمل مرئي بكل جراءة هو كمان، ويحكي القصة لكل العالم بطريقته وعلى الهادي يا زبادي. فيلم 3 ساعات ونص من مارتن سكورسيزي بيتكلم فيه عن بشاعة وطمع الامريكان واغتصاب حقوق الهنود بدون اي خوف او تردد. دلوقتي هننقل على فيلم The Irishman وهنشوف مارتن سكورسيزي حول القصة دي لعمل سينمائي ازاي. في البداية كده خلونا نقدم شخصيات العمل علشان وانت بتتفرج على الفيلم يكون عندك خلفية عن الشخصيات دي وما تبقاش تايه في تفهمك للأحداث نفسها. وفي نفس الوقت هنتكلم عن الأداء التمثيلي للشخصيات لأننا نقلنا خلاص من الرواية ودلوقتي بنتكلم عن الفيلم. أول شخصية معانا في فيلمنا هي شخصية فرانك شيران، واللي بيلعبها العبقري جدا روبرت دينيرو. فرانك شيران هي شخصية محورية في الفيلم. كل الأحداث اللي هتشوفها في الفيلم ده فرانك هو نقطة وصل أساسية، لأن علاقته هي اللي جمعتك اصلا بالشخصيات التانية اللي هتشوفها في القصة. فعدم وجوده بكل تأكيد يعني عدم وجود ظهور الشخصيات التانية واللي هي مهمة جدا اصلا في القصة، يمكن اهم من وجود فرانك نفسه، لان فرانك عبارة عن عامل مساعد مش عامل رئيسي. من الاخر هنا فرانك بيمثل العضلات وراسل وهوفا هم العقل المدبر. فرانك كان جندي في الجيش الامريكي وقت الحرب العالمية التانية، الفترة اللي غيرت فرانك لانسان قاتل. القتل والجريمة بالنسبة له اصبح شيء عادي جدا وبسيط، وده هتشوفه في طريقته في تنفيذ الجرائم القتل اللي كان بيرتكبها. ما فيهاش تخطيط ولا صعوبة، حرفيا القتل بالنسبة له بقى زي السلام عليكم كده. وشفنا كمان مشهد ليه وهو في الجيش لما خلى العساكر الالمان يحفروا قبورهم وهم عارفين ان هو هيقتلهم ويدفنهم فيها، ولكن كان عندهم امل انهم لما ينفذوا اللي قال لهم عليه هيتراجع في تنفيذ حكم القتل. ولكن طبعا ده ما بيحصلش. فرانك حرفيا الجيش اثر فيه بشكل مش طبيعي وحوله لانسان بلا مشاعر. فرانك اصلا اتولد في امريكا سنة 1920 تحديدا في مدينة فيلادلفيا، ولكن كان والده من اصل ايرلندي، وللسبب ده تم تسميته بذي ايرشمان. دي كلها عبارة عن احداث حقيقية. تعالوا بقى نشوف اللي عمله دينيرو في تقمص شخصية فرانك. روبرت دينيرو حرفيا قدم مجهود مش طبيعي علشان يكون فرانك، بداية من أول نظرة لينا في الفيلم واحنا بنشوف فرانك راجل عجوز غير قادر على الحركة، تعبيرات وشه فيها تفاصيل مش طبيعية. ونبدأ ناخد فلاش باك لفرانك في فترة خدمته كسائق في النقابة، هتلاقي تغيير مش طبيعي، التقدم في العمر بين الفترتين تحس ان حرفيا كل فترة متصورة في وقتها. مستحيل ان ده يكون شغل ميك اب وهير ستايلينج فقط، وانا عارف طبعا ان الفضل هنا بيرجع للميك اب والهير ستايلينج، بس التقمص والإحساس
الاحساس بالشخصيه مهم جدا. تعبيرات وشه ونظراته واحساسه بانه عنده 83 سنه من العمر، وده كمان شفناه في المشاهد الاخيره من الفيلم لما اصبح وحيد بدون وجوده وسط عيله وهو عاجز عن الحركه. طريقته في الحركه بالشكل ده ورعشه ايده، مش اي حد هيعرف يوصل للاحساس ده بسهوله. التركيبه نفسها، تركيبه الشخصيه فيها تعقيد صعب على اي ممثل تحقيقه، ما بين كونه مجرم واب وشخص ذكي وبسيط، وفي نفس الوقت الدنيا بالنسبه له سهله جدا. فبكل تاكيد دينيرو عمل شغل مش طبيعي في تقمص الشخصيه دي، وده يدل على انه ذاكر كويس جدا واشتغل على نفسه ذهنيا وبدنيا في الحركه والكلام وحتى نظراته. كل دي تفاصيل ساعدته في تكوين شخصيه فرانك شيران. تاني شخصيه معانا في العمل وهي محرك اساسي في القصه برضو، هي شخصيه راسل بافالينيو اللي كان بيلعبها الفشيخ جدا جو بيشي. انا لو قعدت اتكلم عن جو بيشي واللي عمله في الشخصيه دي حرفيا هقعد اتكلم معاكم من السنه الجايه لغايه ما سكورسيزي يعمل فيلم جديد بعد كيلرز اوف ذا فلاور مون. خلوني بس اعرفكم مين هو راسل بافالينيو اصلا. روزاريو البرتو بافالينيو اتولد سنه 1903 في ايطاليا، وللسبب ده هتلاقوه بيتكلم ايطالي جوه الفيلم، ودي تفصيله حلوه قوي من مارتن سكورسيزي، جميل جدا انها ما وقعتش منه. Dove una rege come te ha insegnato a parlare l'italiano? راسل هو زعيم مافيا، رجل عصابات في المقام الأول، كان زعيم لعائلة الجريمة في شمال شرق بنسلفانيا، وكان في مؤسسة إجرامية هناك تسمى عائلة الجريمة، كانت تحت حكمه من سنة 1959 لسنة 1989. وراسل كان ابن عم المحامي ويليام بافالينيو، وده هو المحامي القديم لجيمي هوفا، ومن هنا تتكون العلاقة بين جيمي هوفا وراسل بافالينيو. جو بيشي الحقيقة قدم شخصية راسل بشكل تدريجي، بمعنى إن كل شوية بيزود حاجة للشخصية، كل ما تحس انه وصل لذروة التقمص وجاب اخره يفاجئك بعدها بشوية ان لسه في اتقل واقوى من كده بكتير. ووقت الفيلم كان مساعد، وهو كمان ساعد طول الفيلم في ده. مش معنى انك خلاص بقى اتعرفت عليا وفهمت طبيعة شخصيتي فهنكمل على كده لاخر الفيلم، لسه اللي جاي تقيل، وهو فعلا شخصية تقيلة ومتزنة طول الفيلم. والحقيقة انا منبهر من قدرتهم على التعبير والتعامل مع الفئات العمرية المختلفة بشكل عبقري. الناس دي مش جاية تهزر يا جدعان، حيتان تمثيل بالمعنى الحرفي. اصلا فكرة انك تشوف فيلم انتاجه قريب، يعني مش بعيد، سنة 2019، وتلاقي فيه دينيرو مع جو بيشي ومعاهم كمان الباتشينو، ويكون المخرج مارتن سكورسيزي، فبكل تأكيد انت واقف قدام تحفة سينمائية هتكون مخلدة في تاريخ السينما، ومرجع قوي جدا لأي حد متعطش للسينما ونفسه يشوف حاجة محترمة. You're gonna go to Detroit. And when you come back, me and you, we get together with the girls, we take a nice slow drive up with cigarette breaks, you know. فجو بيشي هنا كان عظيم جدا في تقديمه واحساسه بشخصيه راسل بافالينيو، وهي مش شخصيه لطيفه كمان علشان تحبها، لا ده مجرم. ولو كنت متخيل انك شفت جو بيشي وجاب اخره بقى في الاجرام في فيلم جود فيلز تبقى غلطان. في جود فيلز كان مجنون وكل حاجه في الدنيا، ولكن في ذا ايرش مان هو متربع على عرش الاجرام، وهو كمان ايده ما تلوثتش باي لون من الوان طلاء المنازل زي ما بيحب يقولوها. الباشا كان بيؤمر بس ويوفر امكانيات، ملك الطريق، يخرب بيته قد ايه هو عظيم وعبقري في التجسيد، وكل قوم واحساسه بالشخصيه وهو كبير في العمر ده حرفيا قصه تانية. هي دي السينما اللي احنا عايزين نشبع منها. اما عن الضلع الثالث في القصه واللي من غيره الحلو ما كانش هيكمل، وهو الباتشينو في تجسيده لشخصيه جيمي هوفا. جيمي هوفا اتولد سنه 1913 ومات في سنه 1982، وهو كان زعيم اتحاد العمال الامريكي ورئيس الاتحاد الدولي للاخويه اللي هي فريق العمل لسائقي الشاحنات International Brotherhood of Teamsters. اتولى المنصب ده من سنة 1957 لسنة 1971. جيمي هوفا داخل فيلمنا مش بيظهر من أول شابتر في الفيلم، بناخد وقت ومقدمة حلوة بتمهد لظهور هوفا داخل العمل، ولكن من وقت ظهوره بتزداد الأحداث ملحمية، وسكورسيزي هنا بيديلك جرعة زيادة من قوة الأداء التمثيلي. والباتشينو طبعا مهما فضلت أوصف في جمال تعبيراته وأسلوبه الحركي ونبرات صوته مش هعرف أوفيه حقه. To his fucking fathers! To his fucking father's brokers! Damn it! That fucking cocksucker Kennedy has got his nose up my ass! يكفيني اقول لك ان بالرغم من طول الفيلم، ولكن لان الفيلم طويل جدا 3 ساعات ونص، بس حقيقي لو اندمجت داخل العالم ده هتكون محتاج ان الفيلم يكون طويل اكتر من كده علشان تشبع من التمثيل والحاجات الجميلة جدا اللي بتشوفها قدام الشاشة، لانك لو حبيت الفيلم هترجع تشوفه تاني وتالت ورابع كمان. تمثيل متقن واحداث متوازنة فيها تصاعد وهدوء وتقديم للشخصيات جديدة طول وقت الفيلم. دلوقتي يلا بينا نتعرف على شخصيات قصة فيلم كيلرز اوف ذا
فلاور مون ونشوف سكورسيزي ازاي حول الكتاب لفيلم، ونحكي شويه عن الاداء التمثيلي للفيلم. هنبدا بروبرت دينيرو اللي كان بيلعب شخصيه ويليام هيل. ويليام هيل هي شخصيه محبوبه جدا في قبيله الأوساج ومعروفه لكل الهنود داخل القبيله، ومن شده حبهم ليه اطلقوا عليه لقب الملك، ملك تلال الأوساج. في البدايه ويليام هيل كان راعي اغنام وماشيه في مدينه اوكلاهوما، وابتدى يتدرج للصعود علشان يكون هو نائب لعمده المدينه، والناس هناك بتحترمه جدا على فكره. ولكن بكل تاكيد هنقول مثال هنا معبر جدا عن شخصيه ويليام هيل، وهو ياما تحت الساهي دواهي، لان ويليام هيل اتكشف ان هو الشخص والعقل المدبر لجرائم القتل اللي بتحصل لقبيله الأوساج، وتحديدا جريمه قتل هنري روان وانا براون وريتا سميث وبالا سميث، ده غير عمليات القتل اللي تمت بامر منه لقتل انا كاربي وهنري جرامر. وصلت قوه ويليام هيل وعلاقاته بانه يلعب على مشاعر الطمع والجشع لاقوى المحاميين والاطباء والمحاسبين في المدينه علشان يسخرهم لخدمته، وهو بكل تاكيد ما استكفاش بده، فهو كمان ضم ابن اخوه ارنست وبرايان بوركهارت في خططه علشان يوصل لهدفه الاساسي، وهو السيطره على الاراضي التي تمتلك الذهب الاسود بشكل قانوني. بيبدا توم وايت الدور اللي كان بيلعبه جيسي بولمانز انه يدور ويكشف اعماق قوه ويليام هيل وازاي هو بيمتلك قوه مش طبيعيه بالشكل ده. ولكن توم وايت كان عنده تخوف وهو بيدور ورا هيل بسبب القوه الغير طبيعيه وسيطرته على القبيله بشكل خلينا نقول رئاسي كده، هو رئيس القبيله، ففي تخوف بكل تاكيد بانه يتهمه ويقدم اوراقه للمحكمه بسبب صعوبه وجود ادله قاطعه عليه. ولكن مع تطور الاحداث تم ادانه هيل بالفعل مع شريكه المتآمر في عمليه القتل اللي هو جون رامسي، بقتل مين؟ بقتل هنري راون. وطبعا ويليام هيل هو المسؤول الاول والاخير عن قتل عدد مش طبيعي في قبيله الأوساج، ولكن لم تتم ادانته بالجرائم دي نظرا لعدم وجود ادله قاطعه. تعالوا نتكلم سينما شويه ونشوف روبرت دينيرو عمل ايه في شخصيه ويليام هيل. خلينا متفقين ان روبرت دينيرو عاده بيكون في افلامه هو الشخص المنفذ، الشخص اللي بيجيب من الاخر. قصه بقى التخطيط والرسم والقياده ده جديد على دينيرو في كيلرز اوف ذا فلاور مون. وعلشان تفهم كلامي جاي منين، لو شفت كاسينو وتاكسي درايفر وذا ايرش مان وجود فيلز انت تعرف انا بتكلم عن ايه بالظبط. ولكن لما دينيرو يبقى هو البيج بوس بتاع القصه، الحقيقه قدم الشخصيه دي بمنتهى الهدوء، وانت نفسك بالرغم انك عارف تفاصيل القصه صعب انك تصدق ان هو الفيلن بتاع قصتنا بسهوله، وده هو المطلوب. انا عايزك تلعب الشخصيه بدون ما اي حد في الدنيا يشك فيك مجرد شك بسيط، لان الشك هو اساس اليقين. فدينيرو كان ماسك الشخصيه حلو قوي، بيعرف يعمل تحولات الشخصيه بشكل محترف وتمثيل على الهادي، حتى في انفعالاته بيعرف يوصلك لقمه الغضب وبعدها يرجع تاني الشخص المحبوب من كل القبيله. فصراحه في شغل عالي جدا من دينيرو في تجسيد شخصيه ويليام هيل، بيخليك مستمتع بطلته عليك طول الوقت الفيلم، لان الفيلم طويل فعلا. الشخصيه الرئيسيه الثانيه معانا في قصتنا هي شخصيه مولي بوركهارت، واللي كانت بتلعبها ليلي جلادستون. مولي هي واحده ست من قبيله الأوساج، ولكنها مش واحده عاديه، اكتر امراه مميزه في قبيله الأوساج كلها، لانها مع تطورات القصه بتكون هي المالك الفعلي للاراضي التي تمتلك النفط. ومولي هي الضحيه الاخيره نظرا لتعرضها لاكبر مؤامره في قصتنا واللي كان بيخطط لها ويليام هيل. ويليام هيل في القصه دي حرفيا كان بيلعب بيهم شطرنج، بيحط خطط في منتهى الخبث وبيشتغل عليها، ويبان قدام اللي بيلعب قصادهم انه شخص جميل جدا بيقدم تضحيات وبيساعد في تكوين علاقات حب جميله جدا، ولكنه هو كان السبب الرئيسي اللي كان غير واضح وقتها بالنسبه لهم. فطبعا استغل ويليام هيل هنا قصه الحب اللي نشأت بين ارنست ومولي علشان تكمل حبكه خطته، وبعد ما يخلص على عائله مولي بشكل كامل يصبح الوريث الشرعي ليها هو ابن اخوه ارنست. خلينا بقى نرجع لمولي اللي تم استغلال مشاعرها وتغفيلها حرفيا بسبب الطمع في ثروتها، وهي كانت بتشك في ده على فكرة في البداية، ولكنها كانت بتقنع نفسها ان دي عمرها ما هتكون لعبة بتتلعب عليها، لان ارنست اصلا عمه غني ومش محتاج لثروتها. ليلي جلادستون في تقمصها لشخصية مولي، انا اول شيء اثار فضولي هو ازاي قدرت تقنعنا كمشاهدين في انها من اصل هندي. نظرتها وتصرفاتها وطريقة كلامها واتقانها للغة الأوساج وحتى طريقتها في الحركة وتأقلمها مع ملابس الشخصية، كل دي مهارات اشتغلت عليها ليلي جلادستون علشان تمسك بس الشخصية من الخارج بعيدا عن دخولها في شخصية مولي وتأثرها بالحوادث اللي بتحصل وشعورها بالألم بشكل مؤثر في مرحلة مرضها وإحساسها بالخيانة وكون إنها ضعيفة جدا نظرا لاستغلال مشاعر الحب اللي قدمته لأرنست. وفي النهاية كل ده اتضح إنه مجرد لعبة بتتلعب عليها. فحقيقي يعني ليلي جلادستون قدمت شغل محترم جدا وممتع، وأنا عارف والله إن الفيلم ده صعب إن أي حد يستمتع بيه، ولكن مع اندماجك بشخصيات العمل ومتابعة وترقب التطور اللي هو أفضل شيء في العمل
العمل كله هتستمتع بشكل مش طبيعي حتى لو كان في مط في الاحداث. تعالوا بقى نتكلم عن الضلع الثالث في قصتنا وهو ارنست باركهارت واللي كان بيلعبه ليوناردو دي كابريو. ارنست هو طبعا ابن اخو ويليام هيل وزوج مولي في القصه، واللي بكل تاكيد تم استغلال علاقه الحب اللي بينه وبين مولي من خلال عمه بشكل خبيث جدا بغرض السيطره على ثروه مولي النفطيه. عدنا الكلام ده كتير. ارنست في البدايه بيروح لعمه في مدينه اوكلاهوما وهو شخص لسه ما عندوش خبرات كتير في حياته، يبان عليه شخص غلبان جدا، وانت بتعيش الرحله دي مع ديكابريو في تطور شخصيه ارنست وهو بينضج واحده واحده، وهتعيش رحلته في العمل مع عمه لغايه ما يكون شخص مختلف عن اللي انت شفته في البدايه. ولكن على عكس ما تتوقع ارنست مش بيكون نسخه من عمه او حتى شريك بارادته في تنفيذ خططه، لان لما ارنست بيقع في الحب مع مولي هو بيكون فعلا بيحبها، مش طبعا في ارثها النفطي ولا حاجه. فهتلاقي ارنست اصبح شخص بيحاول يدافع عن حبه لمولي وبيحاول يساعدها بقدر ما يستطيع، ولكن عمه بيكون اقوى منه ومن مولي ذات نفسها. فهتعيش صراع بين الحب والسلطه والطمع في الاراضي النفطيه بمزيج خرافي من ليلي جلادستون وديكابريو وروبرت دينيرو باداء تمثيلي مليان عمق وتطور في كل شخصيه منهم علشان تاخد لك جرعه تمثيليه في منتهى الرقي والعظمه. دلوقتي انا بكون وضحت القصه في كل من الفيلمين والاداء التمثيلي برضو في كل من الفيلمين. خلونا دلوقتي نتكلم شويه عن اسلوب مارتن سكورسيزي في الاخراج. هنبدا بفيلم ذا ايرشمان. المخرج هنا مش بيكتفي بالشخصيات الاساسيه ويظل في الساعات الاخيره من الفيلم يقدم لك شخصيات جديده زي انجل برونو وبوبي كينيدي وانتوني ساليرنو. فالفيلم طويل جدا ولكنه مشبع بالشخصيات بشكل مش طبيعي، بيعدي حوالي ساعتين من زمن الفيلم وما زال في طرح جديد لشخصيات جديده داخل العمل زي انتوني ساليرنو او فات توني زي ما بيحبوا يندهوله. توني اتحكم عليه بالسجن لمده 100 سنه ومات وهو داخل السجن عن عمر 80 سنه 1992. ولكن دلوقتي خلوني اتكلم عن حاجه تانية داخل الفيلم وهو بيقدم لنا الشخصيات، وهي حلاوه وجمال وعظمه المونتاج هنا. لانه وانت بتتفرج على افلام سكورسيزي حرفيا بيخليك تستمتع بكل حاجه كونت الفيلم، والاديتنج هنا ما هواش مجرد ترتيب مشاهد ورا بعضها وخلاص. فهتلاقي استخدام للموسيقى التصويريه للفيلم عامل مزج مش طبيعي مع تقطيعات المشاهد بينها وبين بعضها وتنقلك ما بين كل حوار والتاني داخل الفيلم. فهتشوف ديالوج مختلف بيمشي على تايم لاين واحد بيوديك ويجيبك بين اكتر من حوار. ففي حوار بيتقدم فيه شخصيه جديده وحوار تاني وراه على طول هتاخد منه فيدباك على الاحداث السابقه، وبعدهم حوار جديد يحصل فيه تطور في الاحداث تصل للملحميه. حتى قفله السكور هنا مش بتنتهي بشكل عشوائي، بيبدا يهدي الموسيقى في الخلفيه علشان يدخلك في حدث كله تشويق وتوتر ويوصلك لذروه السسبنس وينهي معاك الحدث ده ويدخلك في ديالوج مختلف بيخليك حرفيا مستمتع بكل لحظه جوه الفيلم، وما هواش مجرد حكي احداث وخلاص. طريقه الحكي هنا غير طبيعيه، وكل ده بيحصل بشكل يعني بيخليك مستمتع بحكي القصه نفسها ومستمتع بالتركيبه اللي ما ينفعش يحصل فيها اي نوع من انواع التفكك، وهي موسيقى تصويريه زائد تقطيعات متناسقه بين كل مشهد والتاني زائد ديالوج قوي جدا بين الشخصيات زائد اداء تمثيلي خرافي زائد حركه الكاميرا وزوايا بتزود من ملحميه الحوار وتخليك مركز اكتر. فالتركيبه دي صعبه اي مخرج في الدنيا يعرف يعملها الا لو كان مارتن سكورسيزي، واللي منكم متعود على افلام مارتن سكورسيزي هيفهم انا بقول ايه بالظبط، لان اخراج سكورسيزي هو عباره عن مدرسه، وذا ايرشمان هو فيلم ما ينفعش حد يحكي قصته بشكل مرئي الا مارتن سكورسيزي، لان هو بيعرف يحكي النوع ده من القصص كويس جدا زي فيلم كاسينو وجود فالز وكيلرز اوف ذا فلاور مون. فيلم ذا ايرشمان الحقيقه فيه متعه مش طبيعيه، فهو جرعه سينمائيه مكثفه، ومارتن سكورسيزي من افضل المخرجين اللي بيعرفوا يحكوا لك قصه كانه بيخاطبك انت، وده شفناه بكل تاكيد مع بدايه الفيلم في الحركه العبثيه للكاميرا بحثا عن الراوي علشان يحكي لك القصه، ومن وقتها وهو بيحكي بس وصوته دايما في الخلفيه بيرجع فلاش باك علشان يفهمك اللي بيحصل بشكل واقعي، ولكن في الاساس انه البطل هنا بيتكلم معاك انت تحديدا ايها المشاهد. خلوني اوضح لكم حاجه مهمه جدا اعلنت عنها شركه نتفليكس المنتجه للفيلم بكل تاكيد، وده طبعا نظرا لطول الفيلم، فقسموا الفيلم لشباتر او خلينا نقول حلقات تقدر تشوفهم بشكل منفصل. فنتفليكس قسمت الفيلم ل4 حلقات علشان تكون الحلقه الاولى من اول 49 دقيقه في الفيلم بعنوان I heard you bent houses، والحلقه الثانيه من الدقيقه 49 لساعه و40 دقيقه من زمن الفيلم بعنوان هوفا، والحلقه الثالثه من ساعه و40 دقيقه لساعتين و47 دقيقه و30 ثانيه من زمن الفيلم بعنوان What kind of fish، واخيرا الحلقه الرابعه بتكون باقي المده الزمنيه للفيلم بعنوان It is what it is.
اوكي وده طبعا علشان تسهل علينا طريقة الفرجة على الفيلم بدون الشعور بالملل. ولكن انا الحقيقة بنصح بمشاهدة الفيلم كله مرة واحدة، بس مشكلتي الوحيدة اني بتعب من طول مدة الفيلم الزمنية في المشاهدة مش اكتر، ولكن طبعا باخد لي بريك ولا 2 في النص كده وبرجع اكمل جرعتي السينمائية. اما بالنسبة لطريقة اخراج فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، فهتلاقي مارتن سكورسيزي بيسوي لك الشخصيات على نار هادية علشان تاخد لك في النهاية اجمل وجبه سينمائيه في الدنيا. واللي بيقول على الفيلم ده انه طويل زياده عن اللزوم ده مش حقيقي. الفيلم طويل طبعا لا شك، 3 ساعات ونص، مده كبيره جدا لحكي قصه داخل الفيلم، ولكن انا حاولت اطلع شوط واحد بس داخل الفيلم ملوش لازمه او احداث تم اضافتها بغرض التطويل والمط. الحقيقه ما لقيتش. كل حدث داخل الفيلم مهم جدا حتى لو كان مفهوش تشويق واثاره، لان افلام سكورسيزي مبنيه على الديالوج. المتعه هنا بتكمن في الحوارات اللي بتروح وتيجي بين الممثلين. المتعة بتكون في أداء ليوناردو دي كابريو اللي حرفيا قدم دور عمره في الكاركتر دي غير أي كاركتر قدمها في مسيرته الفنية على فكرة. المتعة بتكون في تلون شخصية ويليام هيل وتلاعبه مع ابن أخوه وظهور الجانب الطيب لباقي القبيلة. المتعة تكمن في عظمة وحلاوة وأداء ليلي جلادستون وإحساسها بمشاعر الحب والخيانة وعكس المشاعر دي لينا كمشاهدين، وكمان مرورها بكل الصدمات النفسية اللي ناتجة عن سماع موت فرد جديد من عيلتها بفترات بتكون قريبة من بعضها. فطبعا الفيلم لازم يكون طويل علشان تشبع من الشخصيات دي وتعرف تستمتع بيهم، لان الفيلم لو كان ساعتين هيكون مختصر بشكل مش طبيعي. ففيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون هو حالة كاملة مكتملة، كل حاجة داخل الفيلم مهمة بشكل مش طبيعي. الموسيقى التصويرية لايقة على الفيلم بطريقة خرافية، وكمان الكاستومز هنا اللي هي ملابس الشخصيات يا لهوي على جمالها، بغض النظر عن انها مناسبة للفترة الزمنية اللي بتتحكي فيها القصة، ولكنها هي جميلة جدا في العموم كده. لبس الهنود مناسب بشكل مش طبيعي من ناحية تدرجاتهم الطبقية كهنود، ونفس الكلام بالنسبة للأمريكان. والحقيقة أنا قليل جدا لما بطلع من فيلم مبسوط من الكاستوم ديزاين، لأن الكاستومز نفسها مساعدة الفيلم بشكل مش طبيعي. في النهاية حابب أتكلم عن مفاجأة الفيلم، وتحديدا في النهاية الخاصة بفيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون. بعد مشهد التحقيق والقبض على ويليام هيل وأرنست بوركهارت، بعد ما خلصنا من القصة دي ولقينا في حفلة قائمة بيحكي لنا فيها القصة بشكل مسرحي، مجموعة من الأشخاص ماسكين سكريبتات وبيحكوا لنا قصة قتلت زهرة القمر على المسرح، وكأنه كل اللي شفت ده احنا اصلا بنحكيه في حفلة مسرحية للجمهور. فخلينا نقول لك جزء انت ما شفتوش في شكل مرئي، وهو موت مولي بوركهارت. وطبعا كلنا عارفين ان مولي ماتت بسبب السم اللي كان بيتقدم لها على هيئة جرعة الانسولين اللي مخلوط بيه نسبة بسيطة من السم بغرض علاجها من مرض السكري. الموقف ده اتحكى لنا على المسرح لاننا بالفعل شفنا الاحداث دي داخل الفيلم بشكل مرئي، ولكن فكرة تقديم عرض مسرحي بيحكي الحدث الحقيقة كان ممتع جدا، يعني ممتع بشكل مش طبيعي بالنسبة لي، خصوصا لما يطلع عمنا مارتن سكورسيزي في دور الراوي علشان يقول لك نهاية القصة. يا الله، متعة مش طبيعية ومفاجأة غير متوقعة اطلاقا. مجرد ظهوره قدام الكاميرا انت بتنبسط بالحدوتة اكتر وبتكون عايز تسمع اكتر عن قصة. بيديلك حالة كده من عدم التشبع، اللي هو انت بتهزر، انت جاي تقول 50-60 ثانية على الشاشة كده وتقفل القصة. لا، انا عايزك تطول معايا اكتر، عايز اسمع منك اكتر. وظهور سكورسيزي داخل الفيلم ده في دور صغير دي حاجة بيسموها في السينما كاميو، واللي هو بيكون عبارة عن ظهور ممثل مشهور او مخرج او شخص مؤثر بيظهر بشكل غير متوقع داخل الفيلم في دور صغير جدا، ولكن بيكون ليه تأثير كبير داخل القصة، زي ضيف الشرف كده عندنا في السينما المصرية. ودي مش أول مرة سكورسيزي يطلع في أفلامه كضيف شرف، خلينا نقول لتبسيط المعنى، لأن عملها قبل كده في أفلام ليه أتذكر منهم تاكسي درايفر وذا وولف أوف وول ستريت وجانجز أوف نيويورك وريجينج بول على ما اعتقد. يعني خلوني اقول لكم حاجه اخيره عن كيلرز اوف ذا فلاور مون، ان قصه الفيلم كلنا عارفين انها قصه حقيقيه، ولكن حصلت مصادفه زمنيه بين الاحداث اللي بتحصل لاخواتنا في فلسطين وبين احداث الروايه والقصتين. يعني امريكا هي السبب الاساسي فيهم باغتصاب حقوق ملاك الاراضي، لان قبيله الاسج هم الهنود الحمر السكان الاصليين لمدينه اوكلاهوما. نفس القصه ان الكنعانيون هم السكان الاصليين لفلسطين، فهناك حصل اغتصاب للاراضي بسبب النفط، وهنا مازال بيحصل اغتصاب للاراضي واباده جماعيه طبعا في الاراضي ذات نفسها، لانهم في الاساس ملهمش موطن معين. ومن هنا بفكركم دايما بالدعاء لاخواتنا المستضعفين في غزه. واخيرا علشان نخلص الفيديو بتاعنا ده بقى، هتكلم عن عيوب الفيلمين. اللي قدرت الاحظه اثناء فرجتي على فيلم ذا ايرش مان ان في مشاهد اتصورت اكتر من مره، وده طبيعي انك تصور مشاهد اكتر من مره لغايه لما تظبط معاك وتاخد افضل مشهد فيهم، ولكن هنا المشاهد اتصورت كذا مره ولكنها مش وان شوت، لان في حاجات
ما ينفعش تكون المشاهد فيها مش متاخده وان تيك. يعني مثلا في مشهد المحكمه لما تعرض جيمي هوفا للقتل داخل المحكمه، واللي طلع منه اقوى اقتباس في الفيلم، وهو لو تهجم عليك شخص بسكينه اجري، ولكن لو هاجمك وهو معاه مسدس اشتبك واوعى تجري. في المشهد ده كان في قط كده اتاخدت تخفيل، او هو بيهجم على الشخص اللي كان عايز يقتله، فجيمي هوفا امن على الكرسي خلاص علشان يشتبك. لما اشتبك فعليا شفناه بيقوم مره تانية من على الكرسي وابتدى يشتبك، ولكن سكورسيزي حاول يغطي على المشهد ده في التيك التانية، فخلى الكاميرا تعدي من ورا شخص من اللي كانوا موجودين داخل المحكمه على اساس ان محدش هيلاحظها، بس انا لاحظتها. هتلاقي المشهد ده بدايه من ساعه 23 دقيقه من زمن الفيلم. المشهد ده تحديدا كان لازم يتاخد وان شوت بدون تقطيع. وتكرر الموضوع ده تاني مع روبرت دينيرو وهو بيتكلم مع جو في التليفون في ساعتين 25 دقيقه 51 ثانيه من زمن الفيلم، ان دينيرو كان بيتكلم في الفون وهو كان داخل الشخصيه ومتاثر بالحدث اكتر، ولكن في قط كده حصلت اختلفت فيها نظرته فبقت في مكان تاني، واحساسه بالموقف والمكالمه ما كانش بنفس الاحساس اللي بدا بيه المكالمه. المشهد ده هو كمان كان لازم يتاخد وان تيك. وممكن يكون في اخطاء تانية من النوع ده انا ما خدتش بالي منها، ونفس الاخطاء تقريبا ولكنها بمشاهد اقل في فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، ان في تكرار للمشاهد لما يجوا يرتبوها في المونتاج مش بتكون بنفس السكيل والزوايا. زي المشهد ده مثلا تقارب الشخصيات بينهم وبين بعضهم مش بنفس المسافه. وكمان بدايه من ساعه 52 دقيقه من زمن الفيلم، الوقت اللي ديكابريو كان بيقول فيه لاين بلغه الاوسج، حسيت ان الصوت هنا مدبلج، يعني صوت متركب مش صوته الحقيقي، وده كان باين حتى في عزل الاصوات الجانبيه ورجوعها بشكل مفاجئ، وتغيير نبره صوت الممثل نفسه كانت متغيره. بس عموما ما هياش اخطاء فادحه يعني، ووارد جدا انها تحصل، لان ممكن جدا يكون في مشاهد وقعت منهم وحاولوا يلموا الدنيا في المونتاج بالفوتج اللي موجوده معاهم، لان مع اكتشاف ان في لو جزء صغير من الماتيريال وقع منهم في مرحله المونتاج بيكون صعب جدا تصوير المشاهد مره تانية، خصوصا المشاهد اللي فيها كورس بلغه المسرح او تجمعات بشريه كده باللغه الشائعه. طبعا زي ما هو واضح انا بتلكك علشان اطلع اخطاء في الفيلمين، ولكن الحقيقه مخرج زي مارتن سكورسيزي هو حرفيا استاذنا وعم الشغلانه. انا شخصيا بتفرج على افلام مارتن سكورسيزي علشان اتعلم منها، بس لان الراجل ده من افضل مخرجين السينما في التاريخ، ومن المخرجين اللي صعب يجي في المستقبل حد يعلي عليه. وبعدين ما ننساش ان سكورسيزي عمل فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون وهو عنده 81 سنه، فتخيلوا بقى مخرج بالعمر ده يطلع بفيلم بالعظمه دي. عموما انا هنا اخيرا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده، واتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده، ولو وصلتوا للدقيقه دي في الفيديو بكل تاكيد ده معناه ان الفيديو عجبك، فما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لان ده مهم جدا في صناعه المحتوى. وما تنسوش طبعا الدعاء لاخواتنا المستضعفين في غزه. وبس كده، سلام.